من بداية مشتعلة مع آدم كول وتحديد مسار بطولة التي ان تي تشامبيونشيب للمواجهة الملحمية ما بين الاف تي ار والاوت رانرز، أشعلت المدرجات وألهبت الحماسة لمواجهة ختامية ذات صراع دموي ما بين دانيال غارسيا وكايل فليتشر. أثبت أنه الطموح لا يعترف بالخسارة. إليكم يا متابعين ومشاهدين التحليل الكامل والشامل لعرض AEW كوليجن حلقة 100 بتاريخ 5/7/2025. يلا نبلش تحليل. افتتحنا العرض بالفقرة الكلامية التي جمعت آدم كول والوجهة القادمة للقب التي ان تي. البداية كانت مع النجم الكبير آدم كول حامل حزام لقب التي ان تي تشامبيونشيب اللي افتتح العرض محتفلا بمرور 100 حلقة من كوليجن، مؤكدا انه لقب التي ان تي مش راح يروح الى اي مكان لانه ببساطة آدم كول بيبي، وهاي هي الحقيقة اللي ما فيها جدل. لكن الامور ما مشت بهدوء. كايل فليتشر قاطعه واسترجع ذكريات اول ان 2023 لما خسر اكبر لحظة في مسيرته على ايد كول، والان حان وقت الانتقام وانا جاي عشان انتقم. بعد هيك انضم دانيال غارسيا للمشهد وطالب بفرصة ثانية على اللقب. مفاجأة انه آدم كول عرض إقامة نزال ثلاثي على اللقب في العرض المقبل، إلا أنه كايل فليتشر رفض هذا العرض المقدم. دانيال غارسيا كان له رأي ثاني وأكد أنه ما بده الفرصة لأنه بيستحقها، بل لأنه بده يكسبها. النهاية وآخر اشي بالفقرة، آدم كول أعلن إنه الفائز من مباراة مين إيفنت الليلة ما بين كايل فليتشر ودانيال غارسيا هو اللي راح يواجهني على اللقب. في المباراة الأولى واللي كانت تريبل ثريد ماتش جمعت كلا من شيلتون بنجامين ضد نيك وين ضد كيفن نايت. اللي فاز بالمباراة بالتثبيت هو كيفن نايت. مواجهة ثلاثية سريعة وحماسية. الخبرة كانت ضد الشباب ولكن النتيجة كيفن نايت بخطف الانتصار على أسطورة بحجم شيلتون بنجامين بعد حركة عملها من أعلى الحبال، وواحدة كانت من أفضل الافتتاحيات في عرض كوليجن. الثلاثي كان جميل جدا. شيلتون بنجامين الخبرة حركت المباراة بالكامل. نيك وين الشاب الصاعد اللي كان حاول قدر الامكان انه يثبت وجوده ويحط بصمته ما بين الكبار. كيفن نايت اللي صاعد صعود قوي جدا، هاي فلاير تكنيكال عالي. انا كنت مبسوط جدا من الفوز اللي قدموا. كان في سبوتات جميلة ورائعة والكل قدم أداء جميل. تقييمي لهاي المباراة هي 3 نجوم. المباراة الثانية واللي كانت من نوع تريوس تشامبيونشيب جمعت ار بي جي و اي سي سيرو ضد ميستيكو، مارك بريسكو، هوليجرام. اللي فازوا بالمباراة بالاستسلام هو ميستيكو، مارك بريستو وايضا هوليجرام. المباراة هاي كانت فيها مليان بالسبوتات السريعة وايضا الطائرة، لانه شفنا وجود كثير من مصارعين اللوتشادور داخل المباراة، وكانت اكيد مواجهة من عالم اخر حرفيا. ميستيكو هو افضل مكان في المباراة، وهسه رح تعرفوا ليش. بتألق قاعدته وبيجبر روكي ريميرو على الاستسلام بعد تطبيق حركة اللا ميستيكا في المباراة. مباراة سريعة لكن تأثرت كثير بالإعلانات التلفزيونية، فما شفنا المباراة كثيرة أصلا لأنها كانت متقطعة. تقييم أكيد لهذه المباراة كانت 2.3/4 النجمة. بعد المباراة اللي بهمني صار إنه العداء ما بين ميستيكو وام جي اف بيزداد سخونة، والمواجهة صارت وشيكة. ليه؟ لأنه شفنا مقطع خلف الكواليس ام جي اف بتوعد وظهر على الشاشة العملاقة بجانب الام في بي ووجه رسالة تهديد مباشرة إلى مارك بريسكو وميستيكو، مؤكدا إنه دخول الكازينو جانتلت ما راح يكون سهل نهائيا. المباراة الثالثة واللي كانت
كانت من نوع فردي، جمعت ماكس كاستر ضد سكريبيو سكاي. اللي فاز بالمباراة بالتثبيت سكريبيو سكاي، وهاي كانت بس هدف المباراة، انه شفنا العودة القوية لسكريبيو سكاي بعد غياب طويل عن AEW. الجماهير اكيد رحبت فيه بحرارة، وطبعا المباراة كانت سكواش ماتش. انتهت المواجهة سريعا بعد حركة التي كي او الساحقة اللي تلقاها ماكس داكستر على ايد سكريبيو سكاي. طبعا ما راح اقيم المباراة نهائي. المباراة الرابعة واللي كانت من نوع تاج تيم، جمعت ذا الاوت رانرز ضد الاف تي ار. اللي فازوا بالمباراة بالتثبيت هم الاف تي ار، واحدة من امتع مباريات الفرق في كوليجن مؤخرا، وانا بالنسبة لي شايف انه هم افضل اثنين لعبوا ضد بعض تاج تيم، وانهم بيقدموا لنا كل اسبوع رغم انه منشوف تكرار للمباراة الا انه مستمتعين فيها كلياتنا. الاوترانرز قدموا افضل اداء لهم في هاي العداوة وفي هاي المباراة، ولكن كادوا انهم يصدمونا بالفوز التاريخي على الاف تي ار، لكن للأسف خبرة الاف تي ار انقذت الموقف وحققوا الفوز بعد شاتر ماشين مزدوجة في واحدة من أكثر اللحظات اللي خلت الجمهور ما يقعد حرفيا وهو يشجع. تقييمي أكيد لهاي المباراة 3.5 نجوم. أنا مع العداوة هاي، لكن ما ينقص هاي العداوة رغم الأداء الجميل والبناء الرائع وكل إشي، لكن أحزمة التاج تيم غايبة عن المشهد، لازم تكون موجودة عشان تكتمل أفضل عداوة تاج تيم. مباراة المين ايفنت والحدث الرئيسي للعرض، واللي كان مصنف اول على لقب التي ان تي تشامبيونشيب، جمعت كايل فليتشا ضد دانيال غارسيا. اللي فاز بالمباراة بالتثبيت هو فليتشر، واصبح المصنف الاول على لقب التي ان تي، واللي راح يواجه ادم كول. الحدث الرئيسي باختصار كان من طراز رفيع، التعب باحترافية عالية، كان في سينكونس من الحركات قوية، السبوتات ما تعدش، الأداء كان متوازن، أعطوا لبعض لعب سريع، كل واحد من الثاني بيّن حاله. المباراة ما عليها غبار نهائيا. دانيال غارسيا قاتل بشجاعة وبشراسة رغم النزيف والإرهاق، لكن كايل فليتشا أثبت أنه النجم القادم بلا منازع وحسم المباراة بعد براين باستر مدمرة. فالآن بعد النتيجة هاي كان أكيد فليتشر راح يواجه آدم كول على لقب التي ان تي، ودفعة جديدة لكايل فليتشر اللي طبعا بيستحقها. تقييمي لهاي المباراة هي 3.5 نجوم. رأيي في العرض عرض أكيد تاريخي من AEW كولاجين، لأنهم احتفلوا بالحلقة رقم 100 من البراند هذا بأفضل طريقة ممكنة، وما كان كله احتفالي، لا شفنا فيه مباريات، شفنا فيه أبطال المستقبل بيسلطوا الضوء عليهم، مباريات عالية المستوى وكانت جميلة جدا، تطورات مثيرة على الصراع على اللقب التي ان تي. مع اقتراب العروض الشهرية، المعركة القادمة أكيد ما بين آدم كول وكايل فليتشر راح تكون واحدة من أكثر المواجهات المنتظرة أكيد في صيف عام 2025. أنا تقييمي النهائي هي 7.5 يعني أخذ تقريبا حوالي 3.5 نجوم من 5. عرض متوازن ممتع واحتفالي جدا بمكانته. والآن الكل بتجه نحو المواجهة القادمة، آدم كول ضد كايل فليتش على لقب التي ان تي. هل يصمد البطل أم نشهد ولادة نجم جديد يقلب الموازين؟ لا تنسوا مشاركة آرائكم في التعليقات. مين أعجبكم أكثر في هذا العرض؟ هل تعتقد أنه فليتشر هو المستقبل القادم للقب؟ إذا عجبك التحليل وعجبك المحتوى المقدم في الفيديو لا تنسى اللايك والاشتراك، لأنه القادم من AEW أكيد راح يكون أكثر جنون. كنتم معي أنا جوبلين، سلام.